السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا أنواع التحليل. هناخد تحليل ثلاثي بسيط، هناخد فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين ومجموع مكعبين، ونظرية ذات الحدين. طيب نبدأ كده، بسم الله. عندي في أول حاجة تحليل الثلاثي البسيط. في التحليل الثلاثي البسيط لازم تكون عندي المقدار عندي على الصورة ax تربيع زائد bx زائد c. لازم تكون ال a قيمتها بتساوي واحد. الايه هو عدد، ولازم العدد ده يكون قيمته بتساوي واحد عشان اقول على التحليل ده تحليل ثلاثي بسيط، ولازم يكون على نفس الصورة دي. البي هو رقم، طبعا الاكس اللي هو المتغير، والسي هو رقم عادي. طيب بيتم ازاي التحليل؟ تعال نشوف. لقيت اهو فعلا وانا براجع كده، لقيت فعلا ده اكس تربيع. الايه اللي كانت موجودة هنا المفروض اللي هي دي قيمتها بواحد، فواحد في اكس تربيع فطلعت باكس تربيع، ناقص عدد مضروب في اكس، جمع او طرح ايا كان الاشارة، وبعد كده عندي عدد واقف لوحده من غير ولا اكس ولا اي حاجه جنبه. اتاكدت ان ده ايه؟ ان ده تحليل ثلاثي بسيط. بحله ازاي؟ ابدا دلوقتي بفتح قوسين قد بعض، واقول ان انا هحلل اكس لاكس في القوس ده واكس في القوس ده. جميل. طب افرض يا استاذ دي كانت واي تربيع، يبقى واي وواي. دي اتش تربيع، يبقى اتش واتش. طيب تاني حاجه، الاعداد اللي انا كاتبها دي التلاته والخمسه جم منين؟ بسال نفسي سؤال. لو قلت لنفسي كده الموضوع بالنسبه لي هيبقى سهل. بسال نفسي سؤال، ايه هو السؤال؟ انا عايز عددين يكونوا لما يتضربوا في بعض يديني العدد الاخير ده 15، وفي نفس الوقت ونركز بقى في الكلمه اللي جايه دي، يكون مجموعهم يديني 8. ايه ده بقى؟ طب وانت ليه قلت مجموعهم؟ ليه ما قلتش طرحهم؟ مجموعهم عشان الاشاره اللي قبل العدد ده، العدد الاخير موجب. الاشاره اللي قبل العدد الاخير موجب، فانا عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 15، وفي نفس الوقت يكون مجموعهم يديني 8. مين هما العددين؟ قعدت ادور على عددين يتضربوا في بعض، جبت كل الارقام اللي في دماغي اللي تتضرب في بعض تديني 15. قلت واحد في 15 ب 15، وعندي 3 في 5. طيب بالنسبه لواحد في 15، هل واحد ضرب 15 ب 15 فعلا؟ لكن هل واحد زائد 15 يديني 8؟ لا. يبقى استبعدت الواحد في 15. طيب دخلت في ايه تاني؟ دخلت في التلاتة في 5. قلت ان 3 ضرب 5 تديني 15. مظبوط، 3 في 5 فعلا ب 15. هل بقى العددين اللي انا جبتهم بيتضربوا في بعض دول اداني ال 15 اللي هم التلاتة والخمسة، هل مجموعهم بيديني 8؟ اه طلع مجموعهم بيديني 8. يبقى هم دول العددين اللي انا بدور عليهم. يبقى انا دلوقتي فتحت قوس، قوسين كده قد بعض، ادي كتبت هنا اكس هنا اكس. بدأت اقول انا عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 15، وفي نفس الوقت يكون مجموعهم، ليه قلت مجموعهم؟ عشان الاشارة دي جمع، يديني 8. لقيت العددين الحمد لله هم التلاتة والخمسة. حد يجي يقول لي يا استاذ طب افرض انا كتبت الخمسة هنا والتلاتة هنا؟ اقول له صح، ما فيهاش حاجة. طيب النقطة اللي بعد كده، الإشارات بحددها على أساس إيه؟ يا ريت نحفظ الجملة اللي إحنا نقولها دي، نحفظها كده مع بعض هتسهل علينا جدا. لو الإشارة الأخيرة موجب، يبقى إشارة اللي جوه القوس هتكون إيه؟ زي بعض زي اللي في النص. لو الأخير موجب، زي بعض زي اللي في النص. يعني إيه زي بعض؟ يعني اللي هيتحط للقوس ده هيتحط للقوس ده كمان. يعني معناها إن الإشارة الموجب دي عندها خاصية. الخاصية دي اللي هي إيه؟ الخاصية دي إن هي بترجع بتقول لي إيه؟ ارجع بص على الأوسط. ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه زي بعض زي اللي في النص. مين اللي في النص؟ أهو، ده إشارة اللي في النص. طيب يبقى أنا زي بعض يعني ده وده الاتنين هياخدوا نفس الإشارة. يبقى أنا لما ألاقي إشارة الأخير موجب أعرف إن القوسين هياخدوا نفس الإشارة. دي نقطة واحد. نقطة اتنين، أدام الأخير موجب زي بعض زي اللي في النص، مين اللي في النص؟ رجعت هنا كده بصيت، مين اللي في النص؟ ناقص. يبقى الاتنين دول زي بعض وهياخدوا نفس الناقص اللي في النص.
كده التحليل خلص. طيب الجزئية اللي بعدها، تعالى كده نبص مثلا على المسألة اللي تحت. اه تعالى هنا، او نوضحها اكتر. تعالى هنا، وهنا ايه اللي حصل؟ فتحت نفس الكلام، لقيت ان ده تحليل ثلاثي بسيط، فتحت قوسين ادي اكس اكس. قلت لنفسي انا عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 6، وفي نفس الوقت يكون مجموعهم يديني 5. دورت جوه نفسي كده لقيت 6 في 1 ب6، بس هل 6 زائد 1 يديني 5؟ لا. دورت كمان لقيت ان 3 ضرب 2 تديني 6. وهل 3 جمع 2، 3 و2 لو جمعتهم مع بعض يديني 5؟ اه ده انا لو جمعت العددين، انا بجمع مين؟ الاعداد اللي لقيتهم بيتضربوا في بعض يديني الرقم ده، بجمعهم بقى مع بعض اشوفهم هل هم بيحققوا الرقم اللي في النص ولا لا. وليه قلت يتجمعوا؟ لان الاشاره هنا جمع. طيب يبقى انا قلت عددين يتضربوا في بعض يديني 6، 3 و2. 3 في 2 ب6. وهل هم مجموعهم بيديني 5؟ اه فعلا، أنا لقيت ان 3 زائد 2 يديني 5، بس يبقى هم دول العددين اللي انا بدور عليهم. نفس الكلام، كتبت هنا 2 كتبت هنا 3 صح، كتبت هنا 3 كتبت هنا 2 صح. طيب الجزئيه اللي بعد كده، قلنا ادام اشاره الاخير موجب يكونوا زي بعض زي اللي في النص. فانا رحت لهنا لقيت ان دي موجب، عملت ايه؟ رجعت بصيت على اشاره الاوسط، لقيت اشاره الاوسط موجب، يبقى الاتنين هيكونوا زي بعض. يبقى انا عملت ايه؟ الاتنين هياخدوا موجب. انا عرفت منين ان الاتنين هياخدوا زي بعض؟ اول لما لقيت الاشاره دي موجب يبقى عرفت ان القوسين هياخدوا نفس الاشاره. بس مين هي الاشاره اللي في النص؟ مين اللي في النص؟ موجب. عشان كده دي خدت موجب ودي خدت موجب، يبقى هنا موجب هنا موجب. طيب المساله اللي بعدها نفس الكلام، ادي اكس اكس. ها 6 عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 6، وفي نفس الوقت يكون مجموعهم يديني 5. تقول لي يا استاذ ما نفس العددين. اهو ادي 2 و3 بدلتهم المره دي. اشاره الاخير ايه؟ إشارة الأخير موجب، يكونوا زي بعض زي اللي في النص. يعني إشارة القوسين هيكونوا زي بعض، بس هياخدوا نفس إشارة الأوسط. هي إشارة الأوسط بإيه؟ ناقص، يبقى أحط هنا ناقص هنا ناقص. ده كده كان بالنسبة لو الإشارة بتاعت الأخير إيه؟ لو إشارة الأخير موجب. لو إشارة الأخير موجب. طيب ندخل على اللي بعدها، لو إشارة الأخير ناقص. نيجي نشوف هنا. هنا لقيت المرة دي إيه؟ إشارة الأخير ناقص. نفس الخطوات اللي أنا كنت بمشي عليها في الأول هفضل أمشي عليها. بفتح قوسين، إكس إكس. 6. أنا عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 6. ثانية بقى، هنا ثانية. عايز عددين يتضربوا في بعض يديني 6، وفي نفس الوقت يكون طرحهم. ليه قلت طرحهم بقى المرة دي؟ عشان هنا ناقص، يعني أنا على حسب الإشارة دي بقول طرحهم أو مجموعهم عشان أحدد العددين المناسبين. يبقى أنا عندي هنا 6 عددين يتضربوا في بعض يديني 6، وفي نفس الوقت يكون طرحهم يديني 1. ليه 1؟ لأن دي إكساية واحدة، يعني جنبها هنا 1. في واحد هنا مخفي أنا مش شايفه. كام العددين اللي اتضربوا في بعض يديني 6؟ قلت 3 في 2. قبل ما أروح أكتب ال3 وال2، هل هم فعلا طرحهم بيديني 1؟ 3 ناقص 2 ب1. أديني كتبت ال3 وأدي ال2. المرة دي لو لقيت إشارة الأخير ناقص بعمل إيه بقى؟ الناقص متعبة. ليه؟ بتخليني أرجع أبص، بدل ما كنت بدي الاتنين قد زي بعض في الموجب، لأ أنا برجع أبص. لقيتها ناقص، يبقى برجع أبص للأوسط. لقيت الأوسط إيه؟ موجب. ساعتها الكبير يطمع ياخد هو الإشارة. يبقى أنا بودي الإشارة بتاعت الأوسط للكبير. أنا كاتب لك أهو بيروح للكبير. يبقى الموجب تروح للكبير. فين الكبير؟ ال3 ولا ال2؟ ال3. يبقى تاخد الموجب، والتانية تاخد عكسها على طول من غير ما أفكر ومن غير أي قواعد تانية. اللي تحتها كان عندي برضه نفس الكلام، أنا عايز عددين يتضربوا في بعض تديني 6، وفي نفس الوقت يكون طرحهم بيديني 1. أدي إكس إكس. أدي هنا دي 3 دي 2. طيب وبعدين جيت لقيت إشارة الأخير ناقص. عملت إيه؟ بصيت للي في النص. اللي في النص مين؟ ناقص برضو، يبقى ده يروح للكبير. أدام الإشارة الأخيرة ناقص بتقول إن الكبير هياخد إشارة الأوسط. يبقى لو الإشارة الأخيرة ناقص
يبقى قد إشارة الأوسط للكبير. رجعت أبص على إشارة الأوسط لقيتها ناقص، رحت رايح من الكبير التلاتة ولا الاتنين التلاتة، رحت رايح للقوس اللي فيه التلاتة، رحت كاتب عنده الناقص، وهنا كتبت العكس اللي هو الموجب. هنا بقى ما ينفعش أعكس في الإشارات، ماشي؟ عايز أعكس في الأعداد عادي، يعني لو كتبت كده، لو كتبت هنا الاتنين وهنا التلاتة، يبقى بس فين الكبير المرة دي؟ الكبير أهو، التلاتة هنا، يبقى هي اللي تاخد الناقص، والموجب يجي هنا عند الاتنين. ده حل تاني لدي، لنفس المسألة دي. تمام؟ طيب، ده كده كان عندي إيه؟ ده التحليل الثلاثي البسيط. طيب، أنا أتمنى يعني، أو أرجو إن إحنا من غير، طيب، نحاول إن إحنا نخبي الكلام ده كله، ما نشوفش الحلول دي، ما نشوفهاش خالص، نخبي، ونبدأ نقعد مع نفسنا كده 5 دقايق نحل المعادلات اللي عندي دي كلها. تمام؟ حليتها صح، ابدأ اتفرج على الحلول بتاعتك، هل هي صح ولا غلط؟ بس يا ريت نخبي. تمام؟ الموضوع مش محتاج، احنا مش صغيرين. طيب، ده كده كان تدريب. طبعا انت لو خلصت تتفرج هنا على الاجابات، تعرف اذا كانت اجاباتك صح ولا غلط، يبقى كده التحليل الثلاثي البسيط خلص وانت مطمن. الجزئيه اللي بعد كده على طول هبدا في حاجه اسمها تحليل الفرق بين مربعين. طيب، تحليل الفرق بين مربعين عندي عباره عن ايه؟ بيقول لي ايه؟ عشان لو حبينا نذاكر من الورق برضو لما نرجع له تاني. بيقول لي عباره، الفرق بين مربعين عباره عن حدين. طبعا كلمه مربعين ده كلمه في اللغه العربيه بتعبر لي عن حاجه مثنى، او عن حاجتين يعني. مين هما المربعين؟ يعني عددين. هل انا معايا هنا يعني انا كده عرفت ان الفرق بين المربعين بيكونوا عبارة عن حد وحد تاني، وكلمة الفرق بتقول ان كده ما بين الحد ده وما بين الحد ده في ناقص. مش هحفظ وخلاص، لا، انا احفظ بفهم. انا ايه اللي عرفني ان دي فرق بين المربعين؟ فرق بين المربعين يعني انا عندي عدد هنا وعندي عدد هنا، وفي ما بينهم طرح، والعددين دول الاولاني دايما بيكون ليه جذر تربيعي، وده كمان ليه جذر تربيعي. العددين دول بيكونوا مربعين، فاقدر اجيب لهم جذر بكل سهولة. طيب، ازاي؟ تعال نتفرج. اسال نفسي لما ادخل على اي مساله الاقي فيها حدين، بعيني كده انا شكيت، ده انا عندي حدين وعندي فيه في النص ناقص، ده انا شاكك ان دي فرق بين مربعين. ازاي اتاكد من الشك بتاعي؟ اشوف هل للحد الاولاني جذر. الاكس تربيع ليها جذر، جذرها كام؟ جذرها اكس. هل ال 64 ليها جذر؟ جذر ال 64 8، لو جبته كده على الآلة الحاسبة، ادي جذر 64 يساوي كام؟ يساوي 8، يبقى ال 64 هي كمان طلع ليها جذر. حلو، اروح اعمل ايه؟ اروح فاتح قوسين. يبقى انا اثبت كده في دماغي ان تحليل الفرق بين مربعين حله بيساوي قوسين. القوسين بكتب فيها ادي تحليل الاكس تربيع طلع اكس، يبقى اكتب اكس هنا، اكس هنا. ال 64 اللي هي عباره عن 8 و8، اكتب 8 هنا، اكتب 8 هنا. مش انا حسبت على الاله الحاسبه طلعت ب 8؟ يعني ال 64 عباره عن 8 في 8. اعمل ايه؟ اكتب 8 هنا و8 هنا. طيب، وبعدين مره ناقص مره موجب. بس كده بس كده، تعال نشوف اللي بعدها. عندك اكتر من مثال، يا ريت الأمثلة دي كلها تمسك مثال مثال وتشوف أنا حليت إزاي، عشان تستوعب الفكرة كاملة. وبعد ما تستوعب الفكرة كاملة ابقى خبي وحل أنت لوحدك. عندي هنا 9 إكس تربيع ناقص 100. هل التسعة ليها جذر؟ ليها جذر، جذرها كام؟ 3. إكس تربيع ليها جذر، جذرها إكس. 100 ليها جذر، جذرها 10. وبعدين خلاص، أنا كده اتأكدت إن ده تحليل فرق بين مربعين. فرق بين مربعين التحليل بتاعه كنا بنفتح قوسين قد بعض. طيب، القوسين ادي قوسين اهم قد بعض. مم. اكتب ايه؟ التحليل بتاع الاولاني، تحليل التسعة طلع بتلاتة، تحليل اكس تربيع طلع بتلاتة اكس، يبقى عندي هنا 3 اكس وعندي هنا 3 اكس. طيب، والمية
جبت الجذر بتاعها طلعت عبارة، ادي جذر المية، طلعت عبارة عن 10. حلو، يبقى اكتب هنا 10، هنا 10، مرة ماينس مرة موجب. تفرق يا أستاذ لو كتبت الموجب الأول قبل الماينس؟ يعني لو كتبت دي موجب ودي ماينس تفرق؟ لا. اللي بعده عندي هنا إكس تربيع ناقص 25، حللتها لإكس إكس. 25 لما جبت جذرها عبارة عن 5 و5، مرة سالب مرة موجب. اللي بعدها هكذا وهكذا، في اللي بعدها وهكذا، مفيش أي اختلاف في أي مسألة فيهم. هنا مثلا 16 إكس تربيع، جبت جذر ال 16 طلع ب4، جذر الإكس تربيع طلعت بإكس، جذر ال 81 طلع ب9، جذر الواي طلع بواي. يبقى ده كده جذر الحد الأولاني، وده كده جذر الحد التاني. أنا عملت إيه؟ رحت مدي الأولاني 4 إكس والتاني أوله 4 إكس، اديت 9 واي للأولاني 9 واي للتاني، مرة سالب مرة موجب. نفس الكلام في المسألتين اللي تحت، مفيش أي اختلاف إطلاقا. خلاص. طيب، عندي بعد كده ممكن أشكال شوية غريبة. لما أبدأ أشوف إن أنا ما ببتديش عندي بالإكس تربيع، نبدأ من هنا شوية لخبطة. اه يا أستاذ، ده أنا كان بيجي لي إكس تربيع كنت على طول بحللها على طول إكس إكس. طب لما يجي لي بقى أي أس تاني مش إكس تربيع، يجي لي أي أس تاني فوق الاتنين، أعمل إيه؟ وطبعا الأس اللي هيجي لي ده هيكون أس زوجي مش فردي. تمام؟ طيب أعمل إيه؟ نركز. عندي هنا مثلا إكس أس 4 ناقص 81 واي أس 2. طيب، الإكس أس 4 لما أجي آخد جذرها، آخد جذرها إزاي؟ ما بعرفش أكتبه على الآلة الحاسبة، ومش هينفع أكتب إكس أس 4 على الآلة الحاسبة عشان أجيب جذرها. أعمل إيه؟ منتهى البساطة كده. طبعا أنا كان عندي إكس تربيع، فأنا كنت عارف إن جذرها إكس، إن جذر الإكس تربيع كان بإكس. طيب، الكلام ده إن شاء الله هتبقوا تاخدوه في عاشر. آه، إزاي نحسب الجذور لحاجة زي كده. طيب، لكن إحنا دلوقتي وإحنا في تاسع، هنحسب إزاي؟ قال لك تعالى كده عند الأربعة، أدام أنت عايز تجيب جذر تربيعي، اقسم الأس على الاتنين. يعني هنا إكس أس 4، لو أنت عايز تجيب جذرها التربيعي، أدي إكس وأربعة على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الجذر التربيعي بإكس أس 4 طلعت بكام؟ أدي إكس أس 4 لما جبت لها الجذر التربيعي طلعت بكام؟ بإكس تربيع. إزاي؟ إن أنا كتبت الإكس اللي هو المتغير وقسمت الأس على الاتنين، 4 على الاتنين اداني 2. طيب نكمل. طب بالنسبة ل 81 بالآلة الحاسبة، يبقى جذر 81 يساوي 9. يبقى أنا كده جبت جذر ال 81 ب9. طيب جذر الواي تربيع احنا عارفين بقى، لا الواي تربيع احنا عارفينها جذرها على طول بواي. يبقى أنا بقى معايا هنا إكس تربيع وهنا 9 وهنا واي. يبقى أوزع الإكس تربيع مرة هنا الأول مرة هنا الأول. أوزع التسعة واي مع بعض، مش دي لوحدها ودي لوحدها، 9 واي دول مضروبين في بعض. كتبت هنا 9 واي هنا 9 واي، مرة سالب مرة موجب، المسألة خلصت. طيب، كمان واحدة، كمان واحدة. عندي هنا 4 إكس أس 6 ناقص 16، الأربعة جذرها 2. الإكس أس 6 جذرها كام؟ جذرها التربيعي. اه لا، ده يا أستاذ أنا معرفوش. هقول لك اقسم لي الأس بتاعها على الاتنين، 6 على الاتنين فيها التلاتة. يبقى كده الجذر التربيعي بتاع 4 إكس أس 6 هو 2 إكس أس 3. طب وال16 جذرها التربيعي كام؟ 4. لو كتبت جذر 16 على الآلة الحاسبة هيديني كام؟ 4. يبقى أنا أكتب الحد الأولاني هنا هنا وهنا، الحد التاني هنا وهنا، مرة سالب مرة موجب. نفس الكلام هنا في الآخر. أنا عندي العدد الأولاني ليه جذره 5. العدد هنا برضو بالنسبة للعدد كان ليه جذره جذر 36 ب6. وهنا الام أس 10. أعمل إيه دلوقتي لو أنا عايز أجيب الجذر بتاعها؟ أقسمها على الاتنين، أقسم الأس بتاعها على الاتنين فيبقى ام أس 5. يبقى الحد هنا 5 هنا 5 هنا 6 ام أس 5 هنا 6 ام أس 5، مرة موجب مرة سالب أو مرة سالب مرة موجب، الاتنين صح. ده كده كان بالنسبة لإيه؟ ده كده كان بالنسبة لتحليل الفرق بين مربعين. طيب، هل أنا عندي حاجة تاني؟
عندي حاجة تاني، عندي تحليل الفرق بين مكعبين. نركز كده فيه، برضو سهل وبسيط، عبارة عن شوية خطوات. أنا بس الفكرة كلها إن أنا أعرف إزاي أفرق ما بين ال- تحليل الفرق بين مربعين وما بين تحليل الفرق بين مكعبين. نشوف هنا، عبارة عن شوية خطوات برضو هنمشي عليها نوصل للحل. طيب أنا عندي الفرق بين مكعبين. طيب بالمناسبة صح، قبل ما نكمل، هل أنا طالما عندي تحليل فرق بين مربعين عندي حاجة اسمها تحليل مجموع مربعين؟ لا، ما عنديش حاجة اسمها تحليل مجموع مربعين، لكن أنا عندي تحليل فرق بين مربعين، وعندي تحليل الفرق بين مكعبين، وعندي مجموع المكعبين. تمام. طيب نكمل الجزئية اللي جاية دي. لو أنا دلوقتي معايا إكس تكعيب، طيب أنا إزاي؟ طيب زي ما عرفنا كده إن إحنا إزاي الفرق بين مربعين نعرفه، نعرف هنا برضو إزاي نعرف الفرق بين مكعبين. إزاي نعرف الفرق بين مكعبين أو مجموع المكعبين؟ من اسمها، سواء فرق أو مجموع، يعني ممكن يجي لي فرق أو ممكن يجي لي مجموع بين مكعبين، يعني عندي حدين، عندي حد هنا وعندي حد هنا. مجموع المكعبين برضو عندي حد هنا وعندي حد هنا. طيب من اسمها كده مكعبين، يعني العدد ده متكعب. يعني ايه متكعب؟ يعني كان مرفوع للأس 3. يعني ايه برضو؟ يعني انا لو عايز اعرف ده مجموع ولا طرح ولا فرق بين المكعبين، اعمل ايه؟ اخد الجذر التكعيبي لاكس اس 3، اخد لها الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي للاكس اس 3 دايما باكس. الجذر التكعيبي للاكس اس 3 دايما باكس. طيب وجذر ال 200 الجذر التكعيبي لل 216، نخلي بالنا ان احنا عندنا فرق ما بين حاجتين. لو انا شغال فرق بين مربعين، اللي هو المسألة اللي فاتت اللي كان فيها شكل الجذر عامل كده، لكن لو انا شغال فرق بين مكعبين، يبقى انا بعمل ايه تاني؟ بعمل شيفت وعلامة الجذر، طلع لي الجذر اهو مرفوع للأس 3، او مرفوع قصدي للدليل 3. تمام. طيب ادي عندي الجذر مرفوع للدليل 3، انا عايز جذر الكام؟ جذر التكعيبي الكام؟ ل 216. او يساوي جذر التكعيبي لل 216 طلع بكام؟ طلع ب6. يبقى ده كده ليه جذر تكعيبي، يبقى جذر التكعيبي طلع بكام؟ ب6. يبقى جبت الجذر التكعيبي بتاع الاولاني، اكس تكعيب، طلع جذرها التكعيبي باكس. الجذر التكعيبي بتاع ال 216 طلع ب6. اعمل ايه بقى؟ عايزين بقى نحفظ الجمله دي كويس قوي. يا ريت نحفظها كويس قوي، انا كاتبها اهي، ويا ريت نحفظها كويس قوي. ايه الجمله بتقول لي ايه؟ طالما هحلل تحليل فرق بين مكعبين، او تحليل مجموع بين تحليل مجموع مكعبين، اعمل ايه؟ افتح قوس صغير، افتح قوس كبير. ادي اهو في الاول بفتح قوس صغير، افتح قوس كبير، احلل في الصغير واربع في الكبير. يعني ايه احلل في الصغير؟ نتيجة الجذر هنا كانت بكام؟ باكس. نتيجة هنا جذر ال 216 كانت بكام؟ ب6. يبقى انا اخد هنا، كتبت هنا الاكس، كتبت هنا ال6، ونفس الاشارة دي بالظبط انزلها. يبقى ايه معنى كلمة احلل في الصغير؟ يعني في القوس الصغير اكتب نتيجة الجذور اللي انا جبتها. الجذر التكعيبي بتاع الاكس اس 3 كان باكس، الجذر التكعيبي بتاع ال 216 كان ب6. يبقى كتبت النتيجة بتاعتي، ادي الاكس وادي ال6، وخليت الاشارة اللي في النص ايه؟ ناقص. طيب ليه ناقص؟ لان هنا الاشارة كانت ما بينهم ناقص. حلو. احلل في الصغير واربع في الكبير. بربع مين بقى؟ القوس اللي انا طلعته ده، هو ده اللي هيتربع. اربعه ازاي؟ نيجي نبص، ادي الاكس، امسك الاول الاكس، اربع الاول. الاكس لما تتربع تبقى، الاكس لما تتربع تبقى اكس تربيع. طيب وامسك الاخير اللي هو ال6، لما اجي اربع ال6 تبقى 36 واحطها في الاخر. ودايما اشارة الاخير دائما موجب، يعني الاشارة دي دايما موجب. وبعدين قال لك خد الاول في التاني واكتبه في النص. 6 في اكس ب6 اكس.
طب والإشارة دي قال لك عكس الإشارة اللي موجودة هنا، عكس الإشارة اللي ما بين العددين هنا ناقص، خد عكسها اللي هي موجب. كده أنت خلصت المسألة. ناخد مسألة كمان. دخلت على المسألة. ها، هل ده تحليل فرق بين مربعين ولا تحليل فرق بين مكعبين ولا ده إيه بالظبط؟ طيب، ده تحليل فرق بين مكعبين. ليه؟ التمانية ليها جذر تكعيبي. لو كده جبت الجذر التكعيبي للتمانية يطلع بكام؟ باتنين. والإكس أس تلاتة أنا قلت إن جذرها التكعيبي. نفرق عشان واحنا بنحط على الآلة الحاسبة ما نتلخبطش. لو شغال فرق بين مربعين لأن هفتح فيه قوسين قد بعض يبقى استخدم الجذر التربيعي. لو هشتغل بالجذر التكعيبي، وده بيكون على حسب كل مسألة. في مسائل هتمشي معايا تحليل فرق بين مربعين، في مسائل تانية هتكون فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين. طيب، أنا عملت إيه هنا؟ خدت الجذر التكعيبي للتمانية. الجذر التكعيبي للتمانية طلع باتنين، والإكس أس تلاتة طلع جذرها التكعيبي بإكس، والسبعة وعشرين جذرها التكعيبي طلع بتلاتة. يبقى أنا بمنتهى السهولة كده دي طلعت ليها جذر تكعيبي، دي ليها جذر تكعيبي، دي ليها جذر تكعيبي. يبقى ده تحليل فرق بين مكعبين. اللي أنا بعمل إيه فيه؟ بفتح قوس صغير، أفتح قوس كبير، أحلل في الصغير وأربع في الكبير. ادي 2 اكس نزلتها في الاول، ادي التلاتة نزلتها. ده كده معنى كلمة التحليل، وادي الاشارة الناقص نزلت. طيب وبعدين اربع في الكبير. مسكت الاتنين اكس ربعتها، اتنين تربيع يعني اتنين في اتنين، اتنين في اتنين اربعة. اكس تربيع يعني الاكس اس اتنين، ادي اكس اس اتنين. التلاتة لما اربعها تبقى يعني تلاتة في تلاتة تسعة، ادي التلاتة برضو ربعتها يعني تلاتة اس اتنين بتسعة. الشرط الاخير دائما موجب، كتبت الموجب. اضرب العددين دول في بعض، بعض احط في النص. 3 في 2 6 في اكس يبقى 6 اكس. ودايما الإشارة دي بتكون عكس إشارة اللي ما بين العددين اللي هنا، أو القوس اللي قبله. القوس اللي قبله كانت الإشارة اللي في النص ناقص، خدت عكس الإشارة اللي هي موجب. يا ريت نبص كده على بقية المسائل ونشوف لو في أي مشكلة. ممكن أي حد محتاج أي حاجة يكتب لي في التعليقات. عندي شوية مسائل كتير، أنا ممكن كده بمنتهى البساطة لو أنا عايز أتعود أجيب كده ورقتي وقلمي وآخد المسائل دي كده كلها، أبدأ أحل فيها لوحدي. احل المسائل اشوف هل الناتج طلع معايا زي ما الاستاذ كاتب. تمام، ما طلعش زي ما الاستاذ كاتب، لا حاول تاني. لو عندك مشكله اكتب لي في التعليقات. تمام. ده كده كان بالنسبه لايه؟ ده كده كان بالنسبه لتحليل الفرق بين مكعبين. وكذلك لو خدنا بالنا هنا مجموع المكعبين، ادي مجموعه اهو، عرفت منين ان هو مجموع مكعبين؟ ادي جمع. عندي العدد الاولاني ليه جذر تكعيبي، 125 ليها جذر تكعيبي، الاتش تكعيب ليها جذر تكعيبي. ابدا دلوقتي احل المعادله بتاعتي عادي خالص، افتح قوس صغير وافتح قوس كبير، احلل في الصغير اربع في الكبير. هي نفس الخطوات ما فيهاش اي اختلاف. هلاقي بس الاختلاف الوحيد ان ادام الاشاره هنا موجب هلاقي ان الاشاره اللي هتتكتب هنا هتبقى ناقص. ليه؟ لان انا دايما باخد عكس الاشاره. دي موجب هاخد عكسها اكتبها هنا. الكلام ده كده كان بالنسبه لمين؟ لتحليل الفرق والمجموع بين المكعبين. بعد كده نبدا ناخد معانا اخر حاجه. لو برضه حد عنده اي مشكله ممكن تواصل معايا يا اما على الواتساب، الرقم موجود في الديسكريبشن، او يكتب لي في التعليقات لو عنده اي مشكلة. طيب دي مسألة نخليها بس كده شوية نشوف الاول. طيب، عندي نظرية ذات الحدين. انا هبدأ احل المسألة. اول مسألة عندي هحلها انا من الاول عشان نشوف خطوات الحل ايه. الخطوات دي ثابتة، وانا بحل اي مسألة احاول اعمل نفس الكلام بالظبط. تمام. طيب، نظرية ذات الحدين. نظرية ذات الحدين بتقول لي ايه؟ من الاخر، وده المختصر المفيد لان في ناس كتير جدا كلام النظري مش هتفهمه، مش هيدخل دماغها، فهنخش في كيفية حل المسائل. طيب كيفية حل المسائل بنحلها ازاي؟ بيقول لي اوجد مفكوك كل مقدار، ويروح مديني اكس زائد واي كل اس 4.
بعمل ايه؟ واحدة واحدة كده، نمشي على خطوات واحدة واحدة. انا عندي هنا الأس كام؟ الأس 4. اروح جاري هنا كده، عامل 4 موجب بدون تفكير. عندي الأس 4، عملت 4 موجب. اللي بعده، الخطوة اللي بعد كده، مين المتغير الأولاني؟ إكس. يا ريت يفضل، طبعا أنا مش عامل الكلام ده في أول مسألة، بس يا ريت إحنا نعمل كده. حط العدد الأولاني، مين المتغير الأولاني، حطيته جوه قوس، كتبت جنبيه التاني جوه قوس. الاتنين كده بقوا مضروبين في بعض. هنا نفس الكلام، ادي اكس، ادي واي، ادي اكس، ادي واي، نفس الكلام. مع ده بس اخر واحدة كده، نوسع المكان شوية. وادي اكس، وادي واي. طيب الخطوة اللي بعد كده، انا كده كتبت المتغيرات اللي عندي. المتغير الاولاني كتبته زي ما هو في القوس. انا بس كل الحكاية ان انا كتبتهم مضروبين في بعض، بدل ما هم كانوا مجموعين، لا كتبتهم مضروبين. دايما بيكونوا مضروبين. الخطوات اللي انا بقول عليها دي ثابتة. طيب الخطوة اللي بعد كده، انا هنا عندي الأس هنا كام؟ 4. ومين هنا المتغير الأولاني؟ الإكس. أبدأ أدي للمتغير برضو هنا الأولاني من ناحية اليسار، ما أروحش، ما حدش يبدأ من ناحية اليمين، دايما ببدأ من ناحية اليسار. أبدأ أديله من هنا 4. الإكس اللي بعدها على طول في الحد اللي بعده، أدي لها 3. بنقص 1، أدي لها 2. أدي لها 1، أدي لها 0. الكلام ده فين؟ الأس ده فين؟ على الإكس. طيب مش أنت بدأت 4 3 2 1 0؟ مش أنت بدأت عد تنازلي من الكبير للصغير؟ ابدأ لي بعد التصاعدي. فين؟ عند الواي. ادي 0، ادي 1، 2، 3، 4. ناخد بالنا من ملحوظة، سواء أنا هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا، في أي حد من الحدود لو جيت جمعت الأسس، 4 زائد 0 يروح مديني الأس الأصلي اللي هو 4. 3 زائد 1 يديني 4. 2 زائد 2 هيديني 4. 1 زائد 3 يديني 4. وصفر زائد 4 برضه هيديني 4. يبقى أنا بعد ما كتبت عندي لحد ما وصلت لحد النقطة دي، لو جيت جمعت الأسس بتاعت كل حد، لازم يطلع لي الأس بتاعي بتاع المسألة. لو طلع لي أي أس تاني يبقى أنا كده عندي غلط. لحد هنا تمام. النقطة اللي بعدها، النقطة اللي بعدها من أول هنا ببدأ أستخدم الآلة الحاسبة. بستخدمها في إيه؟ نطلعها كده الأول. الأس عندي كان بكام؟ ب4. بكتب 4. وبعدين استخدم الزرار اللي بيقول لي، أو الخاصية اللي بتقول لي شيفت على، يروح عامل لي حرف سي كابيتال. شيفت وعلامة على. الكلام اللي أنا كاتبه ده هيفضل ثابت معايا وأنا بجيب الأعداد بتاعت مثلث باسكال. طيب بجيبها ازاي؟ ببدأ دايما هنا، ما ببدأش، ما بقولش على ده الحد الأول، لا ده اسمه الحد صفر. ده الحد رقم صفر، وده الحد رقم واحد، وده الحد رقم اتنين، وده تلاتة، وده أربعة. يبقى أنا لو عايز أجيب الرقم اللي مكتوب جنب الحد اللي رقم صفر، بعمل إيه؟ يبقى 4 سي صفر يساوي، طلع لي واحد. يبقى الرقم اللي هيتكتب هنا هو واحد. عايز أروح للي بعده، ببدل بقى الصفر، أزود واحد وأكتب في اللي بعده 4. اللي بعده 6. اللي بعده 3. هيطلع لي 4. والأخير هيطلع لي، لو جيت جربت أنت مع نفسك، هيطلع لي واحد. لحد هنا أنا 99% من المسألة خلصت. الخطوة اللي ناقصة هي خطوة بسيطة خالص. طيب أولا، عندي واحد ضرب إكس أس 4 في واي أس صفر. واي أس صفر أي حاجة أس صفر بواحد، يعني دي كده بقت بواحد. واحد ضرب واحد، لأن الحدود دي كلها مضروبة في بعض. واحد ضرب واحد واحد. واحد ضرب إكس أس 4، إكس أس 4، زائد 4 دي تنزل، دي إكس أس 3 تنزل زي ما هي، ودي واي أس واحد اللي هي تنزل بواي، زائد 6 إكس تربيع واي تربيع، زائد 4 إكس واي تكعيب. إكس دي اللي هي إكس أس واحد، زائد، هنا عندي واحد، عندي المرة دي عندي الإكس أس صفر. إكس أس صفر بي واحد. واحد ضرب واحد واحد. واحد في واي أس 4، واي أس 4. وكده المسألة عندي خلصت.
دي ابسط طريقة ممكن احل بيها ايه، نظرية ذات الحدين. طيب لو جيت بصيت عند المسألة اللي تحتها، انا اضطريت او حبيت ان انا اعمل نفس المسألة، بس لما يكون الاشارة عندي هنا ناقص ما بينهم. طيب لو وضحت هنا، لو انا دايما محافظ على موضوع الاقواس، المسألة هتبقى في منتهى السهولة. طيب لو ركزنا هنا كده، انا عملت ايه؟ انا بدأت اهو، كتبت الاربعة موجب الاول، ادي اربعة موجب. الخطوة اللي بعد كده كتبت المتغيرات بتاعتي، عندي هنا اكس، وعندي هنا لما اجي اخد ما اقولش على دي واي، خدها دايما بالاشارة اللي جنبها. مستحسن تاخدها بالاشارة اللي جنبها، يعني قول على دي اكس وقول على دي سالب واي. يبقى انا الحد الاولاني عندي هنا اكس، الحد التاني هنا عندي سالب واي. دول لي حدين. طب ليه يا استاذ احنا ما عملناش في اللي فوق موجب او موجب واي؟ لانها موجب. ما هي موجب اي عدد او موجب اي متغير ممكن، مش لازم اكتب الاشاره موجب، خلاص بكتفي بس بان انا اقول عليه واي او اقول عليه اكس. لكن انا عندي هنا طالما سبق حرف الناقص، او قصدي اشاره الناقص، بنسب اشاره الناقص دي للواي، خليها كانها سالب واي. ده تيسيرا على نفسي في الحل. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ كتبت الاكس اهي، كتبت المتغير الاولاني اهو، كتبت هنا جوه قوس، وكتبت السالب واي جوه قوس. واخد بالي من الحته دي كويس قوي. طيب. مم. وبعدين وهكذا بدات اكررها في كل الحدود. كتبت اكس جوه قوس، والسالب واي جوه قوس، زي ما انا عملت هنا بالظبط، نفس الخطوات اللي هنا. الخطوه اللي بعد كده عملت ايه؟ بدات اقول مين الحد الاولاني هنا؟ الاكس. يبدا هو بالاس الاساسي بتاع المساله. الاس الاساسي بتاع المساله كان 4، وهنا المتغير الاولاني ناحيه اليسار كان الاكس، يبقى ابدا هنا بالاكس، والاكس تاخد 4. بعد كده اقلل من الأربعة، واحد بقت 3، 2، 1، 0. الخطوة اللي بعد كده عندي هنا سالب واي. طيب امشي بقى، قلت في السالب واي امشي بالعكس، يعني هنا انا كنت ماشي تنازلي، امشي بقى تصاعدي. 0، 1، 2، 3، 4. قلت لو حبيت اتاكد اي الاسس بتاعت الحد الاولاني والحد التاني لو جمعتهم مع بعض، بتاع الاولاني والتاني مع بعض، المفروض يديني نفس بص المسألة. 4 زائد 0 4، 3 زائد 1 4، 2 و2 4، 1 3 4، 0 زائد 4 4. جيت عند الخطوة اللي بعد كده، قلت أنا محتاج أجيب الأرقام بتاعت مثلث باسكال. أجيب الأرقام إزاي؟ نتفرج كده مع بعض. طيب طبعا الواضح هنا تقريبا إن أنا نسيت أجيب الأرقام. طيب نجيبها كده مع بعض. أنا قلت بجيبها إزاي استرجاعا كده. بجيب الأس بتاعي هنا اللي هو الأربعة، أعمل شيفت على، وأبدأ من أول حد الأولاني هنا اللي هو الصفر. أنا هنا طبعا جايب 4 سي 0 طلعت بواحد. الحد اللي بعده على طول لو جبت 4 سي 1 هيطلع ب4، يبقى ده ب4. ولما أجي أعوض، لما أجي أعوض هنا عن 2 هيطلع لي ب6، ده ب6، وده ب4، وده ب1. لو خدت بالي، ده يعني دي ملحوظة بس كده صغيرة، خدت بالي منها خدت، ما خدتش مفيش مشكلة. لو خدت بالي إن أنا عندي هنا دايما في الأول وفي الآخر بيطلع لي واحد، ودايما الرقم التاني اللي بيتكتب من هنا بيكون هو الرقم اللي قبل الأخير من هنا. يعني كأنها مراية، النص اللي بيتكتب الناحية دي بينعكس بلاقي الناحية التانية. خدت بالي من الملحوظة دي؟ خدت بالي، ما خدتش بالي مفيش مشكلة، كده كده أنا بستخدم الآلة الحاسبة وتطلع لي الناتج مظبوط. أهم حاجة عندي إن أنا أكون عارف إن أنا ببدأ من أول هنا، من أول لحد رقم 0، وده 1، وده 2، وده 3، وده 4. خلاص. الكلام ده بشوفه فين؟ حتى بستخدمه في الآلة الحاسبة وأنا بقول من أول 4 سي 0، وبزود عشان أحط أعداد مثلث باسكال. الخطوة اللي بعد كده عندي هنا قلت أي حاجة أس 0 بواحد، يعني دي كده بواحد. واحد ضرب واحد، واحد في إكس أس 4 بإكس أس 4. الخطوة اللي بعد كده عندي هنا إكس أس 3 في سالب واي أس 1 في 4. المفروض طبعا أنزل الأربعة دي هنا. إكس أس 3 نزلتها، سالب واي أس 1 أنا سبتها بسالب واي زي ما هي. هنشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. بعد كده عندي هنا طبعا هنا في 6،
اكس تربيع في سالب واي تربيع. طيب ناخد بالنا بقى هنا من ملحوظة مهمة خدناها قبل كده. دايما التربيع، الأس التربيعي بيشيل علامة الناقص، بيتجاهلها. يعني لو أنا عندي سالب اتنين مثلا، أس اتنين، الاتنين دي بتبلع الإشارة الناقص. مادام الأس ده زوجي بيبلع الإشارة الناقص. طيب هنا التربيع ياكل الإشارة الناقص، يبقى كأني بقول اتنين أس اتنين. هنا نفس الكلام، التربيع بيبلع الإشارة الناقص، اختفت، فبقى اسمها واي تربيع اللي هي نزلت اهي، دي واي تربيع. اللي بعده عندي هنا 4 اكس أس واحد في سالب واي أس تلاتة. لا، الأس بقى الفردي ما بيبلعش حاجة، ده بيفضل سايب كل حاجة زي ما هي. الزوجي جعان بيبلع الإشارة، الفردي شبعان. طيب عندي هنا 4 اكس أس واحد نزلتها اكس، سالب واي أس تلاتة نزلتها زي ما هي، زائد هنا اكس أس صفر بواحد، واحد ضرب واحد واحد في سالب واي أس أربعة. قلت هنا الإشارة هنا الزوجية بتبلع الإشارة، فالإشارة دي اختفت، فيتبقى لي واي أس أربعة نزلتها. آخر حاجة عندي خالص وهي موضوع الإشارات، إن أنا بظبط المسألة بتاعتي على موضوع الإشارات. إكس أس أربعة نزلت زي ما هي. هنا لما أضرب سالب واي في أربعة إكس تكعيب هيديني سالب إكس تكعيب واي. سالب اتضربت في موجب يديني سالب. بعد كده عندي هنا موجب ستة إكس تربيع واي تربيع، دي ستة، وهنا طبعا في أربعة، وهنا في أربعة. طبعا هنا أربعة إكس سالب واي أس تلاتة، نزلت طبعا دي السالب أهي، طلعت اتضربت بره في الموجب اللي واقف جنبها دي فبقت سالب. يبقى الإشارة هنا بدل ما كانت موجب بقت سالب، أربعة إكس واي تكعيب، زائد آخر حاجة نزلتها زي ما هي اللي هي الواي أس أربعة. ده كده كان شرح مسألتين من نظرية ذات الحدين. طيب هل الموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب، الموضوع بس محتاج تمرين معايا شوية. أبص كده على المسألتين دول كده كويس. طيب المسألتين دول مفهومش أي حاجة جديدة غير حاجة واحدة بس هقولها عشان نبقى احنا خلصنا خالص نظرية ذات الحدين. ويا ريت المسائل دي كلها تتحل تاني. يعني لو انا حليت الخمس مسائل، انا لحد دلوقتي دي هنا اربعة ولسه في مسألة، يبقى كده هيبقوا خمس مسائل. لو انا حليت الخمس مسائل دول يبقى انا كده اطمن من ناحية نظرية ذات الحدين. طيب انا هنا عملت ايه؟ عملت زي ما انا بعمل، قلت انا عندي هنا تلاتة، رحت حاطط تلات اشارات موجب في الاول. بعد كده قلت انا هنا عندي اكس وعندي هنا موجب تلاتة، رحت حاطط اكس جوه قوس والتلاتة جوه قوس. وهنا هنوه هنا على حاجة مهمة جدا، وهنا اكس جوه قوس وتلاتة جوه قوس، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. الخطوة اللي بعد كده عملت ايه؟ بدأت من المتغير الأولاني اللي هنا اللي هو الإكس ياخد الأس الأساسي، خدت تلاتة، بعد كده أبدأ أنزل من التلاتة، بقى اتنين، بقى واحد، بقى صفر. وبعد كده أبدأ الرقم التاني أو الحد التاني اللي كان موجود هنا أبدأ معاه بالعكس. يعني كنت ماشي تنازلي، أبدأ هنا تصاعدي، صفر واحد اتنين تلاتة. طيب بعد كده عايز أعمل ايه؟ عايز أجيب أعداد مثلث باسكال. طلعت آلة الحاسب، كتبت تلاتة، شيفت على، عملت لي حرف السي. ليه كتبت تلاتة؟ لأن أنا قلت باخد الأس بتاعي هنا اللي هو موجود في المسألة اللي في أصل المسألة، باخد الأس ده وأعمل شيفت على، يعمل لي حرف السي. وبعدين ده لحد رقم كام؟ قلنا أنا دايما ببدأ هنا من لحد رقم صفر، يبقى تلاتة سي صفر يطلع لي بكام؟ واحد. اللي بعدها تلاتة سي واحد، أزود على الصفر دايما واحد، وبعد كده أزود على الواحد واحد، وهكذا بفضل أزود واحد. طلع لي تلاتة، رحت كاتب العدد هنا جنبه. الخطوة اللي بعد كده أروح مزود واحد، بقت اتنين، تلاتة سي اتنين طلعت بتلاتة. بعد كده تلاتة سي تلاتة طلعت بكام؟ طلعت بواحد. ده كده بالنسبة لإيه؟ لأعداد مثلث باسكال. الخطوة اللي بعد كده في منتهى بقى البساطة، لما يكون عندي أعداد أخلصهم الأول. يعني أنا عندي هنا إيه؟ عندي واحد ضرب، كأني بقول واحد، طبعا أنا قلت لك إن التلات أعداد دول مضروبين في بعض، بس ده متغير، أضرب العدد في العدد. واحد في تلاتة أس صفر، واحد ضرب تلاتة. ويا ريت اللي أنا هعمله ده بقى أنت ما تعملوش، حتى لو الناتج عندي طلع لي صح، بس أنت دايما عود نفسك اي عدد جوه قوس تخليه زي ما هو، تكتبه على الاله الحاسبه جوه قوس.
ده عشان يطلع لك انت مسائلك كلها صح، ما يطلع لكش عندك غلط في اشاره. يبقى هنا واحد في 3 اس صفر طلع لي بواحد. واحد في اكس اس 3 باكس اس 3. كده انا خلصت الاولاني. طب نخش على التاني. انا عندي هنا ايه؟ عندي 3 وعندي 3 اس واحد. ادي 3 اضربها في 3 اس واحد. طلع لي هنا كام؟ 9. يبقى نزلت التسعة. 9 دي تتضرب في الإكس تربيع، تبقى 9 إكس تربيع. اللي بعده عندي هنا 3 تتضرب فيه، افتح قوس 3 أس 2. اداني كام؟ 27. كتبت ال27 تتضرب في إكس أس واحد يبقى 27 إكس. آخر حاجة عندي واحد تتضرب، قلت هنا إكس أي حاجة أس صفر بواحد. واحد في واحد بواحد. في 3 أس 3 يبقى أضرب واحد في 3 أس 3. أنا ماشي واحدة واحدة خالص عشان الناس حتى اللي ضعيفة في الجدول الضرب. يبقى هنا 27. كده أنا لحد هنا كده خلصت المسألة الحمد لله. هنا مش هتلاحظ قوي قيمة الأقواس اللي أنت بتحطها، لكن في المسألة دي لو ما حطيتش أقواس وأنت بتحل على الآلة الحاسبة، المسألة هتطلع لك غلط، مش هتطلع لك نفس المسألة دي بالظبط. فنركز في موضوع الأقواس ده. أنا عندي هنا نفس كل حاجة، وزي ما اتفقنا إن العدد ده أخده بإشارته زي ما هو، نفس الإشارة بتاعته كده. هنا إشارته ناقص، رحت حاطه زي ما هو في الأقواس اللي أنا كتبتها أهو. ولازم أكتبه جوه أقواس. حل المسألة بنفس الطريقة. لو مشيت على الخطوات دي سيستماتيك كده هوصل للحل بمنتهى السهولة من غير أي تعب. مش هيفرق معايا مسألة صعبة من مسألة سهلة. آخر مسألة بس حابب إن احنا نتكلم عليها أو هنبص عليها. يا ريت يعني يا ريت كل مسألة أنا حليتها يا ريت نبدأ احنا نحلها تاني. آخر مسألة عندي هي المسألة دي. يا ريت برضو نبص عليها ونحلها، ولو في أي مشاكل تكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.